بنتورك اشتغلت لي 6 اشهر بس بعمل ستاند اب كوميدي. الاونلاين على انواعه بيظلم الكوميديان. كان الحكي تبعهم انه يلا اجت ستاف هلا بتضحكنا شوي. كيف كان شعورك وشو اللي عملتيه؟ ليك ايه واجهتهم بس صرت ريدي اجين. معك حق لانه تعالجت وعملت ثيرابي. اصعب شيء هو انه لما انت تترك الشغل بتقول انا هلا رح افضى. شيء نفسي خلق هو البروجكت اسمه شيء نفسي. في حلقه حاطينها تبع التحرش. لازم سب ولازم احكي قصص زعرنة لضحك العالم. انا بسب بالجو تبعي بمرقها unbelievable. وطلعت وهو انا من البترول هو من البترول. العالم كفوا ووفوا. استاذ شي مرة اضطريتي تشيلي مقطع بدك تنزليه اونلاين لسبب معين؟ ما بعرف اذا في يقولوا بس ابشع موقف صار معي. هاي ستيفاني. هاي داني. اول شي اي ماك بدك تنقي، بيس او هابي؟ شو الاوفرات؟ هلا في بيس وفي هابي. ما بعرف بحس انه انت هابي. انا باخد بيس. بيس بخاتين. لا انا بفتكر من البيس بيطلع في هابينس. ما بعرف كثير تخيلت انه انت الهابي. ايه انا انه نحن بنعرفك انه انت كوميديان بتضحكينا. ليك وبيس لونه اصفر. انا كثير بحب اللون الاصفر فانه ايه. طيب خبريني، انت اساسا شو درستي؟ انا عملت بالجامعه اوديو فيزيوال وعملت تياتر. عملت 4 سنين بالجامعه الانطونيه وان باراليل عملت مع ميشيل حوراني دراما. كنت عم بعملهم ان باراليل وهيدا الشيء. وليه الكوميدي؟ لانه بحب. ليك هي بالغلط مش انه انا كان كل حلمي اعمل كوميدي. كان عندك شو اسمه بالغلط؟ لا ما كان عندي ولا شيء أوكي، ما رح بس أسألك منيحه. هالشي. لازم اعملها. هي بلشت بالغلط الكوميدي لانه بال 2012 كنت بالجامعة وعملوا كومبيتيشن انه مثلا اذا بتضحك حدا ما بعرف شو تعا جرب. ما كنت بعرف. انا الشخص الوحيد اللي كنت بحضره باك دان هو جاد المالح. وما بعرف شيء بعالم الكوميدي. ما بعرف ركب نكتة، ما بعرف احكي، ما بعرف الستراكتشر كيف بتنعمل. بس رحت شفت وفتت فيها للكومبيتيشن. وباك ذن ربحت. انتقلنا يعني كان في دومي فينال وفينال. بس عملنا دومي فينال لانه مثل اي شيء بلبنان ما بيكتمل. صار في بتذكر يا حرب يا اكيد صار شيء. صار شيء وما عدنا كملنا. بس ايه وهيك بلشت. ما كنت بعرف شيء. طلعت بس لانه بيقولوا لي انه انت مهضومه وبتضحكي وهيك. بس ما كان عندي اي فكره على الموضوع. ستيفاني، شو اللي خلاكي، بعرف انه صرتي فول تايم كوميديان، شو اللي خلاكي تنتقلي من يمكن الشغل اللي كنت تشتغلي فيه لتاخدي هالقرار انه انا خلص اتس تايم بدي اصير فول تايم كوميديان؟ لك كتير اشتغلت قصص بحياتي كتير. مثل من قبل انا اشتغلت كان عمري 14 سنة. بلشت أوكي. اشتغل بقصص بس لنقدر نطلع مصاري. نحن من عائلة مش هالقد مرتاحين. كتير اشتغلت بقصص. ما خلت شيء عن جد. بنتورك اشتغلت بوحد الله. كنت بنتورك. تعرف شو كنت اعمل؟ كان بالزمانات كانوا يعطوا 500 لتفتح انترنت. بتتذكر؟ اوف ايه. ايه كنت انا اخذ انا اللي على الكاس يعني بس انه يعطوني المصاري وفيشلهم يعني فيشلوا ب أوكي. 500 هيك. اشتغلت بالبرينتينج على التياب. اشتغلت بمحل كمبيوتر غير يعني هيك. أوكي. تصليح وما تصليح. انا كمان كنت على واو، سو عندك اكسبيرينس ايه كبيره من ناحيه الكوميدي. ايه اشتغلت انيماسيون. اشتغلت كتير قصص. اشتغلت بالدومين اكيد تبع التصوير وهيك. بس اللي خلاني اقول خلص هون لانه هيدا الشيء بحبه. اتس اباوت تايم. انا قلت 13 سنه بعمل كوميدي وكتير بخاف. فاشتغلت على حالي وعملت ثيرابي. وثرو اوت ثيرابي اكتشفت انه هيدا الشيء اللي بدي اياه وهيدا الشيء اللي بدي فوكس عليه. اخذني وقت كتير لانه انا ما كنت ريدي وما كنت مرتاحه وما كنت بعرف اذا هذا الشيء بدي اكمل فيه او لا وله مستقبل ما له مستقبل. انا بدي ما بدي. بس وانس قررت اشتغل على حالي واهتم بصحتي النفسيه واهتم بانا شو بدي. عرفت انه هيدا هونيك انا بدي اكون. قررت شوي شوي جراجلي اترك شغلي اللي كنت فيه. ومن بعد 10 سنين يعني وان باراليل كنت عم بعمل كوميدي تركت وقررت هلا هالسنه اللي 6 اشهر بس بعمل ستاند اب كوميدي. واو. شغلك اللي كنت تشتغلي فيه بتعني فيه اسيل؟ مزبوط. اوكي، سو اشتغلتي فترة كبيرة باسيل مع الاولاد اللي عندهم احتياجات خاصة. هذا الشيء
يعني كيف بيقولوا أثر بشي معين تكوني عم تخلقي هول إذا بدك الستاند أبس، أو شو الإمباكت تبعه؟ ليك إسيل هو مركز بيهتم بالولاد اللي عندهم احتياجات خاصة تحت 3 سنين. أنا ما بحب الولاد أبدا، وما كنت بعرف هيدا العالم كله. وانت عم تحكي ولاد تحت 3 سنين، انا هن الولاد يعني اللي على 7 و8 و9 ما يعني ما بعرف كيف العالم بتطيقوا؟ ايه بتطيقهم في بتتعايش منهم معهم. مهضومين. ايه ل10 دقايق بس، مش اكتر من هيك. انا ما بتحمل يعني، انا لإلي انه من 3 ل 13 سنة هيدا العمر لازم يشيلوه، عرفت؟ فكيف ما بالك اذا تحت 3 سنين. وانا مني ثيرابيست، يعني انا مني اذا بدك بالدومين. انا فتت معهم بالميديا ديبارتمنت، بنعمل كونتنت كرييشن، اوكي. بنجرب نكون عم نوصل هيدا المركز اللي كله حب وكله بيساعد الاولاد. ما في منه بلبنان، وبعدني مصرة لا في منه ولا حيصير في منه ايفر، لانه هيدا شيء كثير سبيشل. بلشت فيه هونيك بالميديا، بعدين صرت بشتغل بالايفنتات، صرت ايفنت مانجر، لانه هي اتس لوكال ان جي او، سو نحن بدك تعمل ايفنتات لحتى هذا الشيء اللي عم نعمله نقدر ندمجه. يعني اذا هن عم بيوصلوا الطفل لاقصى قدراته ويخلوه منخرط بالمجتمع، سو نحن بدنا نعمل شيء يوازي هذا الشيء اللي عم نجرب نوصله للطفل. بمعنى اذا انا عم خلي الطفل يكون قادر قد ما هو يعطي، يمشي، يحكي، يلعب، انا كمان بدي اكون عم امن له قصص. جرب كون انا كطفل ما عندي احتياجات خاصة مع طفل عنده احتياجات واو. خاصة، شخص واحد، وما ما فرق، ما اقول انه هيدا سبيشال نيد، كله قادره اكون عم بعملهم. سو من هون طلعت لحتى نعمل شيء بالايفنتات وهيك. سو كنت من هيدا البارت، وببارت كمان بيطلع مصاري للمركز لحتى يقدر يكفي، بتعرف الاوضاع يعني. اكيد مثل اي سو جمعيه. بس انا ما كنت كتير حب الاولاد، وبس بلشت، انا بلشت معهم ب 2014. سو انا بس بلشت فوت اكتر وافهم هيدا الشيء وافهم الجو، بلشت اتعلق فيهم. هلا بالاول بعدك ما بتحب الاولاد؟ ايه بس فرقت يعني شوي. فرق كتير، بس هلا صرت افهم الاولاد اكتر. بعدني ما بحبهم بس بفهمهم، صرت بضاين اكتر من 10 دقايق. اوكي. عرفت؟ صرت انه لا، كتير بتتغير برسبكتيف تبعك. انا لإلي قبل اسيل غير من بعد اسيل، تتغير برسبكتيف تبعك على الاولاد، على المعالجين، على كيف واحد بيعمل تنترم وليه، ومشكلة الاولاد مهروقين، ومشكلة الاولاد خلص هيك بد انه في إلها يعني. طب وكيف اثر هالشي بالستاند ابس؟ أثر على شخصيتي، أثر كتير على كيف أفهم العالم وكيف بدي أكون مع العالم. لأنه نحنا بطبعنا كناس، أنا بالنسبة لإلي عندك دغري جادجمنت، وبتحكم وبتعمل إذا بدك بتكون آراء، ايه بريجوجي جادجمنت، بس انه بتكون آراء على الشخص ومش ضروري يكونوا مزبوطين. بأسيل ومع الأولاد كتير تعلمت، إن كان بالمسيرة تبعهم أو من الثيرابيست هن كيف بيتعاملوا، شو بيحكوا، والكيسز اللي بيعملوها كتير أثرت فيي أنا كحياتي بشخصيتي. وكيف نقلته على الستيج، نقلت شغلتين، نقلت القصص اللي بتصير معي بالشغل لأنه كتير حكي عن شغلي بالمسرح، ونقلت إذا بدك إذا بصير معي موقف ما، قبل ما دغري طج بس فكر شوي للحظات على القصص سو اللي ساعدتك بتصير. إلك ايه كمان. كتير ساعدتني، وهن اصلا التيم بجننوا، بس انه كنت تستعملي قصص ترو ستوريز من هيدا وتطلع تقوليها على المسرح مثل ما هن، او انه بالشغل، بالستاند اب؟ بالستاند اب عن الشغل. ايه. ايه كنت استعمل اشياء هي ذاتها، اوكي، بس الفرق انه بالستاند اب ما بتحط الشغله مثل ما هي، يعني اكسبيرينس او شغله صارت معك شوي برود اكتر بتخبر عن بتصير الفكره. تبهر وتملح وتعمل قصص، وبس كنت تغير اسامي. هن كانوا يعرفوا they're really supportive، منه الناس انه بس تحكي عن اذا بدك الكوليجز مش عن التلاميذ. لا ابدا، مش عن الاولاد، نيفر ايفر، لانه بس ما انه عن عندي- اكسبيرينس مع الاولاد. ايه لانه ما عندي كونتاكت معهم بيرسونيل. انا كل اللي بعمله كنا نمرق نصور او نعمل كونتنت كرييشن، او بعرف عن الاولاد بس ما بعرفهم، مش حافظه اساميهم. وبعدين اتس نوت الاود، منه شيء منه شيء انساني ethical. ولا اتيك انك تحكي عن هذا الموضوع. بس انه ايه اسيل كتير ساعدني. طيب وقت اللي كنت تقضي كل هالنهار بالشغل وتتعبي وكل هالقصص، ترجع تروحي بلشت تروحي تعملي ستاند اب بالليل، شو اللي كان يخليكي تضلك تقولي انه لا بدي كفي بالاثنين مثلا، ورجعتي وصلتي اكيد وقفتي الشغل بالنهار، بس شو اللي خليكي تضلك هيك مستمرة بهذا الشيء؟
كتير قصص، بس اهمهم انك تضحك العالم. هو ريورد لإلن ولإلك. انا هيدا بالنسبة لإلي، انك تقدر تطلع من اي شيء انت عم تعمله، قادر تطلع الضحكة وتشوفها بعيونهم، يتسلوا ينبسطوا. مش ضروري انه الضحكة مش مار تريزا انا، بس انه عرفت شو قصدي؟ انه عن جد الشيء اللي عم تنقلهم اياه they can relate to your joke. لا انت شو عم تمرق، الناس عم بحسوا فيك عم يضحكوا، يمكن ما يضحكوا، يمكن بس يجوا يغيروا جو. هيدا شيء انا لإلي كتير بحبه، كتير سو هيدا rewarding. كان الريوردينج لإلك. ايه بالنسبة لإلي يعني أنا كيف عم ضحك، وأنا كمان لإلي لأنه ليك الستاند اب ما بحياتك ما بتوقف انه خلص انا صرت ستاند اب كوميدي. لا، بدك ضلك تتعلم وتجرب وتغلط وتجددي وتجدد وما تعمل منيح واليوم نكتة زبطت هي ذاتها بكره ما تزبط، بدك تشوف ليه وتعمل ايفالويشن وتدلك مثل اي شيء، مثل اي شغل. لما بيقولوا لك طلعت دراسه جديده عن زيت الشيء بستاند اب، بدك تدلك تدرس حالك وتشوف شو بدك تعمل وتراجع وتقول هون بدي هيك وهون هيك، وهلا هالاور هيك بدي اكون عم بعملها، هالاور هيك بدي اكون عم بعملها. هو لتوصل يعني مش انه تعمل، يلا سكريبت وبطلع بقوله مثل ما هو كل مرة وخلص هيدي لا هي. هو فيك تقوله كل مره، بس كل مره بتكون عم بتزبط بس فيه. بنحس يعني في كتير كوميديانز بنحضر ايام بتحس انه هيدا هون الفرق. يمكن بتحس انه واو شو سبونتينيوس هيك عم بيطلع بقصص فجأة، ويمكن يطلع هو ذاته هيدا محضرهم. هيدا اللي هيك بتبلشت اذا بدك تميزي بين كوميديان وكوميديان تاني. ليك ما هو الكوميدي فيك تكون عم تعمل كوميدي، هو كل شيء بيكون محضر الا الانتر اكشن، او اذا بدي بدنا نسميها الكراود ورك، بيكون محضر السؤال ومحضر شو بده يقول شو بده يحكي، بس انت بس ما بتفرق بتعرف. ايام الانتراكشن او الجواب صح، او اللي الجواب من حسب شو العالم. بيسأل الشخص شو بيرد عليه. مزبوط، كيف بدها تكون الانتر اكشن، شو سأل، وانت بعدين عم تشوفه اونلاين، بس بدك تروح تحضر لايف لحتى تشوف كله ذا هول شو. لانه بالنسبه لإلي الاونلاين على انواعه بيظلم الكوميديان، لانه بأي في، اسبكت؟ رح اعطيك اكزامبل. في ناس امبارح صار معي شي حدا شافني وانبسط كتير، انه قال لي انا بحضرك على السوشيال ميديا ما بحبك ابدا. قال لي عن جد؟ قال لي بس لما حضرتك لايف انبسطت. قلت له ثانك يو. بس في ناس العكس، في ناس بحبوني على السوشيال ميديا ما بحبوني لايف، وناس بحبوني لايف وسوشيال ميديا، وكتير بتصير مع كتير كوميديانز. شو اللي بتحسي بيخلي الناس ما تحبك؟ اه كتير اسباب، دايما الشاشة is different. يعني انت لنقول نزلت نكتة، اوكي عم نحكي نكتة ما معينة، ضحكته او زعجته؟ فيه ما تكون ضحكته وزعجته واللي بدك اياه، بس مش هون. فيها تكون انت طلعت هيك قلت اف لا، انه هي عن جد بتضحك. الفرق الوحيد انه انت ما كنت حاضر الشو لايف. انا هي بالنسبه فما لإلي بتعرفي ما على بعرف اي شو اساس صار لك قبل، هنيك. كيف طلعت، ليه وصل لهون، كيف خلص، كيف كانت الفايب، ليه نزلها، شو كله بيفرق. شي مرة شكيت بحالك انه هل انا عن جد بستحق اكون كوميديان؟ ايه كتير مرات، كتير 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 مرات. هذا البروسس بفتكر كل الكوميديانز بيمرقوا فيه، كل ستاند اب كوميديان بيوصل لمرحله بقول شو عم بعمل انا وليه، لانه مرات بتكون ما عملت منيح. خصوصا انه انت مثلا يمكن شو بتعمليه بتحضريه وبتعمليه كذا مرة، يمكن توصل محل بتقولي اوكي انه انا بعرف النكتة او بعرف السكريبت، بس انه ما بعرف اذا فهمت قصدي. ايه رح اقول لك شو بيصير معك. انا مرات بطلع، رح نعطي اكزامبل انه عندي ست من 10 دقائق مش اكتر، عندي اياها اليوم عندي اياها بكره، يمكن اليوم اعمل كتير منيح بكره ما اعمل منيح، بقى ديبندز. في كتير عوامل بتخليك تكون عن جد انه مسيطر، عامل منيح مش منيح. والمنيح بيفرق بين شخص والتاني، المنيح لإلي يمكن هو مش منيح لإلك. يعني انت كيف بتقيم اذا هيدي الست منيحه او لا؟ قد ايه تضحكوا العالم؟ انا ما بفتكر هيدا الشيء، لانه قد ايه انت كنت مرتاح وعم تعطي والدليفري وكل شيء عم تعمله صح. ومرات العالم بيكونوا كتير عم يضحكوا واف، يعني بيجوا بيقولوا لك كسرت الدنيا، بس انت بتكون مش مبسوط. وياما بتصير اخي ما تسليت. ليه؟ انا ما بعرف كتير قصص. يعني انا في انه ما زال مره عم تقولي اللي بيكون ريوردينج لك هو انه العالم تنبسط وتتضحك. الاثنين عم اقول لك، هو العالم تنبسط تضحك وانت تكون عم تتسلى ومبسوط وعم اوكي، تعطي معقول شيء. تعملي الشو والناس مبسوطة بس انت مش ايه مبسوطة؟ لانه يمكن انت قلت اف انا ما عطيت من قلبي، انا ما فينا تسليت. نعطي اكثر. ايه مرات طلعت سمعتهم بس ما تسليت. هذا قصدي، انه بتحسي انا بدق ميوزك وكتير ايام مثلا بكون بقلب البرفورمانس بحس انه اوكي صار دق هيدي الليست مثل ما هي 10 مرات، اوكي بحس انه بتعرف السي دي عم بيمشي والوقت ماشي، اوكي يلا بدي الصرف يخلص.
سو ما بعرف ان يور كيس، هذا كان سؤالي، اذا بتحسي ايام بهيدا الشيء انه انا طالع سمعهم وفيل لا. لا هو بس تصير هيك، ما sometimes بس تحسها هيك بطل عم تتسلى، بتحسها انه يلا عم قطع وقت. بس شغلنا كتير حلو، شغلنا هو عم بقول لك كل يوم تتعلم، كل يوم عبالك تو بيرفورم بطريقه، وفي كراود مرات ريسبونسيف. اوكي، يعني سو هي اللي بتعطيكي باور زياده من ما انت عم تاخد وبتعطي اذا بدك، مش بس هن الكراود، بس مرات بيطلع لك حدا sometimes بيطلع لك كراود انه اف ريدي تو هيك ريسيف، وانت بتجود وبتعطي قد ما بدك قصص. عرفت شو قصدي؟ سو هيدا الشيء كتير انا بيرسونلي بيعطيني بوست. في قصص بتستعمليها بكذا شو يعني؟ ايه اكيد. مثل شو؟ يعني في ناس بيجوا بيقولوا لنا انه انا حضرتك لاست ويك قاعدك عم تقولي نفس الشيء، اكيد رح اقول نفس الشيء يعني. كل قد ايه بتغير الشو تبعك؟ ليك هو انت رح للاور تبعك، في ناس بتاخدهم سنه، ناس سنه ونص، ناس 7 اشهر، ناس سنتين، ناس 3 سنين. هي اذا بدك ترايل اند ايرور، انت عم تكتب، هي اتس بروسس لتكتب نكتة. يمكن تكتبي شيء وتشوفي انه في جزء منه ما زبط، صح. ثاني يوم ما برجع بقولها. ايه يعني بتروح، هي بروسس، بتكتب النكتة، بتجربها، بتروح على اوبن، بتجربها انت مع حالك، بتروح على اوبن مايك بتجربها، بتقول شو بدك تزبط فيها. بعدين بيكون في شوات كتير صغار، مثلا كوميدي كلوب نايت او اي محل تاني، عندك 5 to 10 minutes يو تيست them. بترجع بتقول هون لا هيك، هون هيك. مرات مع العالم بتصير تطلع النكتة، سو بيطلع لذيذ هيدا الشيء. عرفت؟ سو بتجربها، بتعملها، بتقول بدي زيد هون، بدي نقص هون، او محلها بالست منه ظابط، بدي شيلها من فوق حتى تحت، لا بدي بلش هيك، لا بدي اعمل هيك. شو في شغل بري برودكشن كثير في شغل لتوصل، يعني بدك ايام بنفكر انه يلا هيدا كوميديان بيطلع وببلش لا القصص اللي بتطلع عفوية يو كان تل انها طلعت عفوية، انه من سؤال، من انتر اكشن. مرات حدا بيكون عم يحكي شيء، بيكون بنص الجوك تبعه وحدا بيحكي سو بزت بس كلمة. يعني بمطرح لانك كوميديان عندك هيدي اذا بيقولوا سرعه البديهه اللي دغري صار شيء هو كليك المفروض تطلعي. المفروض يعني، بس مش ضروري. في ناس ما عندهم، لا. لهيك بنحسهم بايخين. يعني لو النكته بتعقد او السكريبت واو او وات ايفر محضر والعالم عم تضحك، بحس انا انه انت كتير سميك، وانا يعني مش انه ولا حتى بدي ابتسم. ايه بس مش مزبوط هذا الشيء، لانه مش ضروري اللي ما عنده سرعه بديهه ما يكون مهضوم. لا قصدي يعني في هيدا النوع من في العالم ناس ما بيحبوا يعملوا انتر اكشن. انا بعرف حدا كتير بطل، بس ما بس بتحسي عم تحضري شيء مسجل وطالع احضر وهو لا لك هيك بتحس بدك تروح تحضر لايف لتشوف. نو واي. لايف. ايه انا حدا صعب يتضحك إيه؟ على نكته. بدك تروح تجرب، ما فيك يعني، بدك تفهم ذا هول سيناريو. ايه سيناريو، ذا هول سيت كيف بتكون. ما فيك تقول ايه هيدا اذا في ناس بيكونوا حافظين وبيطلعوا بيقولون، بيكونوا مهضومين. انت بتفكر انه هلا طلع فيها، بس هيدا الشخص ما بحب يعمل انتر اكشن، ليه بده يكون سميكو ليه؟ صح. وفي ناس بيكونوا عم يعملوا انتراكشن وحتى بتحسهم اتقال، يعني ما بعرف شو ايه بسميه. بس ما هو ليك، انت هلا بتاكل باميه ورز. ايه انا ما باكل باميه ورز، سو انت بتحبها انا ما بحبها، وذات الشيء لاي شيء باي دومين. ايه سو انت أكيد لك في سميك، point of view. ايه لك سميك، لغيرك كتير لذيذ والعكس لك انه بضحك، بس انه لا غير هيك. العالم على فكره كل مثل كل شيء في العالم ناس كل الوقت بتحب عم وناس ما يعملوا بتحب. تقييم لكل شيء. فايه مثل اي شيء بالدنيا، اي دومين، انه في ناس حتحب، ناس ما حتحب. تنزعجي ايام من الناس بتحسي او اصحاب او وات ايفر بيحكوكي على ايفنتس او مناسبات، بس لانه بتوصل محل تحسي انه يمكن عم يعزموني لانه تضحكهم او تخلق لهم جو؟ كنت كتير، هذا الشيء كان كتير يزعجني. بس كيف تحسي؟ ما كنت أحس، ما كنت أعرف يعني، كنت بس روح. كان الحكي تبعهم إنه يلا إجت ستاف هلأ بتضحكنا شوي، أنا إنه بس مع الوقت again لأنه اشتغلت على حالي وعم بعمل ثيرابي، أصلا هو العالم بصيروا شوي شوي يفلوا من حياتك بلا ما أنت قلتي تنتبه. واجهتي شي حدا شي مرة؟ إيه طبعا. انه اذا عم تحكيني لا إيه أكيد واجهت، وكنت كتير ما كنت واجه، كنت خايف إنه ليش بدي واجه على شو. لا هلأ إنه بس كيف واجهتي؟ كيف كانت ردة الفعل؟ ردة فعلهم اكيد بده يبرروا انه إيه لا، طبعاً، انه انا طبعاً. كثير مثلا يلا تعال نسهر الليل يجيب الاورج معك. بلشت بعد فتره انه هون بيعيطوني عم بيعيطوا لي لأنه تجيبوا في اعمل لهم أورج. جو. شي مره واجهتي حدا من هول الاشخاص بس صرتي ريدي، وكيف كانت الرياكشن تبعهم؟ ليك ايه واجهتهم، بس صرت ردي اجين. معك حق، لانه تعالجت وعملت ثيرابي. ومره من المرات بتدق لي بنت رفيقتي، بتقول لي نحن طالعين
عند حدا من اصحابنا وهيك، تعبي شرفك بدنا حدا يسلينا. اوف. كتير كانت ثقيلة وكتير صعبة كانت علي. قلت لها اكيد. طلعتي طلعت وفوق قلت انت لهم هيدي البوكر كنت فيس؟ لا ما كنت بوكر فيس. وصلت ما كان معي سيارة، ما كنت بسوق بس ما كان معي سيارة. حكيت كوزينتي، قلت لها انا طالعة لهون، انت بدك ترجعي تيجي تاخديني فيك؟ قال اوكي. انا هيك خلص تحمست زيادة، طلعت وقلت لهم. وصلنا وقعدنا وهيك، وقعدت انا كنت قاعدة بس كل الوقت مثل انه هي اول مرة عم بعمل هالشي، موترة وملبكة. حدا منك ماني انت. على طبيعتي معهم، لانه هو اصحابي، بس انا لانه في شيء بدي اعمله، في شيء خلص اتس تايم اعمله. هيك بلش الحديث. واجهتيهم لايف كلهم؟ ايه، هن مش كلهم كانوا بيقولوا لي، بس بس هن انه كان في مش ثلاثة انه منهم تخيلت ايه حتطلعي وانه تكوني مش انت، يعني ما ضحك وكون رايقه لا وكذا. لا طلعت وقال بكي شيء في شيء، قلت لهم ايه ماني كتير مرتاحة. هاي اول مرة. تاني مرة طب صاير شيء ايه، وانا بعدني انه اوكي انه صعبه. لازم كتير صعب كتير. بس اخر شيء قلت لهم جايز بس بدي لكم شيء صار هديك المرة هيك وهالمرة هيك وهالمرة انه اتس تو ماتش. فهن شو لا قلتي تحديدا؟ لا ما بذكر بالتحديد، بس انا قلت انه انتوا اصحابي، اذا انا ما كنت منيحه وما بضحككم ما بتطلعوني بهيدا المعنى، ما بتقولوا لي اجي، ما بتقولوا لي اطلع. قال لا مش هيك، بس انه ما يور فاني وتعملي لنا جو وهيك ونحن بدنا زياده بعد نتسلى. ايه. اكزاكتلي انا لإلي انه ما بقى تغمقوا. صاروا لا وما قصدنا وهيك ونحن بنحبك. انا انه لانه بضحككم. ايه كانت كتير صعبة. بعدين مش كلهم، حدا منهم رجع حكاني وقعدنا حكينا كتير مطولا، وهو الوحيد اللي هي ريلايزد انه صح، انه هذا الشيء ما كان مزبوط، بس يمكن ما كان هيدا المقصد. قلت له بس كانت كل مرة عم بتكون هيك، يعني اذا انا طلعت شي مرة ومني منيحة، انا مش راسي عم يوجعني، بصير بني شيء لا ما بنجي، راسي عم يوجعني وانا مش مثل كمان غيري مش فيني كمان ماني جاية ضحككم. وهيك بلشوا. على فكرة بس تبلش تنظف القصص بحياتك، الناس لحالهم بتختفي، الناس لحالهم بيروحوا. مشان هيك قررت كون بالمحل الصح اللي هو انا عبالي اعمل ستاند اب كوميدي. انا انت بس تبلش تنظف بحياتك، بتصير انت خلص عارف وين بدك تكون وشو بدك تكون، والابواب لحالها بتفتح. شو كانت ردة فعل اصحابك اهلك وقرايبينك لما جيتي قلتي انا صرت فول تايم كوميديان تركت شغلي؟ ليك فول سبورت يعني، واو. كتير ما بتتخيل، وخصوصي اهلي. بس الشيء الوحيد اللي انت بلبنان امم. وبتعتل همه هو المادة. صح. بدك سو شي ضل يسعى فيك وبدك شي ثابت وكل القصص. ايه مشان هيك قلت انا باخد هلا سنة او باخد فترة، اذا ما قدرت فيها في ارجع لشغلي. ما انا آه شهادتي بايدي وانا عندي شغل وكل شيء، وفي ارجع اخد بروجكتس مثل ما كنت قبل اوكي. بس فول يعني. ما في السبور كان اكتر ما بتتخيل، انه انت مبسوطة. ساعدك هذا الشيء اكيد. ايه انه انت مبسوطة، انت مرتاحة، هذا الشيء حبيبتي جو فور ات. من اخواتي لامي لخي، كله كان كتير عم بشجعني، لانه الاهم اذا انت مرتاحة ومبسوطة وكافية حالك نحن حدك ايه دايما. وشو كان اصعب شي بهالفترة؟ اكيد واجهتي قصص شوية صعوبات بس فتي بهالمرحلة. اصعب شيء هو كيف تقدر تكون على فكرة اصعب شيء هو انه لما انت تترك الشغل بتقول انا هلا رح افضى وراح بس بحياتي قاعد بتفضل. ابدا. بصير تقول رح اقعد انا اكتب بخربط واعمل ورايتنج واطلع وجرب. بتعملهم بيزيدوا اكيد. انا بالنسبه لإلي اللي عملته هلا صار لي 6 اشهر فول تايم ستاند اب كوميدي، اللي عملته ب6 اشهر كان قبل ياخد معي سنه وسنه ونص. انا كثير مبسوطه بحالي ب6 اشهر، بس كل الوقت انت بتفكر انه انت حتلحق على كل شيء. ما بتلحق على كل شيء، انت رح تكون خلص بشهر بتطلع. لا مش مزبوط. كل بس شي بده وقت الصعب وجهد. انه كله عم يركض وكله بحسك فاضي ما عندك شيء. لا عندي شيء، عندي حياتي. ايه انه ما بيقدروا انه لا انا هلا عم بكتب او عم بعمل شو جديد، بس ايه ايه اوكي مالي ما وقتك لإلك. ايه بالبيت انه انزلي جيبي لنا مدري شو. لا مش انه عرفت صرت انا بدك انه كمان تحطي كايند اوف دوام انه انا هلا من هالوقت لهالوقت هو بشتغل هيدا ولا اللي بضل صار. تأجلي. بتحدى وين بدك تحط باوندريز، لانه اهلك قد ما كانوا سبار بضلوا بيعتبروك ما انت بالبيت بالبيت. من البيت وبالبيت. عرفت؟ اصلا صارت وقت الكوفيد وقتها كنا قاعدين بالبيت انه خلص قاعدين بالبيت انه ماشي هلا بعد شوي بتكفي شغل هلا كذا أمم. قوموا تغدوا 3-4 ساعات غدا مثلا.
إيه هلا هي اتس ديفرنت هون، بس ايه سيم اذا لا، بدك لانه بدك انه تحطي قاعده باوندريز. بدك تحط باوندريز، بدك تحط انه انا ما عندي بقى مكتب، ما عم بروح على شغل ثابت، بس انا هون مكتبي، هون عم بشتغل، عندي ميتينجز، بعمل انه انا عندي حياه كمان، بعمل ميتينجز، شوف اصحابي، بتغدى برا، بكتب، بشتغل لحتى تو بيرفورم. بشوف عندك على السوشيال ميديا نوعين من الريلز بتنزليهم. اكيد الستاند ابس اللي بتعمليهم بتاخدي كاتس منهم، والثيرابي. انت بتحكي عن قصص راندوم وكتير كل العالم يمكن بتعاني منها وهيك عن ثيرابي وما بتفرق معك شيء. وبلبنان بعد في هيدا التابو، قد ما تقولي لي بعد في هيدا التابو. شو هالجرأة يلي عندك اياها اول شيء، والمواضيع على اساس بتنقيهم وحتى السيت اب وكل شيء، شو الميكس اللي خلقتيه؟ شوف هي منا بس قصة جرأة، شي نفسي خلق، هو البروجكت اسمه شي نفسي. الكونسبت خلق من ورا انا لانه بعمل ثيرابي. اوكي، سو اتس ريل. ايه ايه اوكي رح اقول لك شو هو ريل بالكونتنت اللي بقلبه، بس مش كله انا. اوكي، يعني حتى قصص عن العالم، عن ايه قصص السوشيال. بنواجهها كلنا بكل حلقة. الهدف كان تبعها نقول للعالم، هو طلعت انا بالفكرة ورحت عند شاكر ابو عبد الله اللي هو كمان ستاند اب كوميديان، ونحن كتير اصحاب، واثنيناتنا انتو ثيرابي وبهيدا العالم وكتير معمقين فيه، بس معمقين فيه مش تنكون ثيرابيست، حتى نقول انه يا جايز بلا كتير حلو الواحد يكتشف حاله ويتعالج ويعرف شو بيه وشو بده ويوصل. كانت الفكرة انه نطلع هيدا الكونتنت يبصر النور، يطلع للعالم ليعرفوا انه كلنا بنشبه بعض بكل المراحل، الناس اللي ADHD والناس ال OCD والناس، نحن في حلقة حطينا تبع التحرش، اف قد ايه اجى عليها فيدباك، منا اخذ فيوز كتير، بس الكومنتس اللي اجوا يعني الدايركت مسجز والناس اللي حكيونا اكتر بكتير من اي فيديو اصلا انا تاني. بحضر القصص اللي بتنزليهم. هيدا كمان اللي شخشبني شوي، انه اوكي ما ضحكني، بعدين فهمت انه عم تحكي قصص. يعني صراحة في ريلز حضرتهم حسيت اثرت انه دمعت، اوكي مفروض اضحك انا، بس رجعت طلعت هون فهمت انه انت عاملة اذا بدك هذا الميكس اللي شوي بعكس بعضهم القصص، من مال عم نضحك، من مال انه ريل ستوريز اشياء حقيقية. ليك شو، هو ما كان الهدف انك تضحك، بس في مرات تمرق ابتسامة بتقول لانه بس ما فعلا العالم هيك. بتفكر انه انا فايت لانه هي كوميديان بدي فوت اضحك عندها على مية البيج. بالمية هذا بس اللي الشيء بيصير يمكن انه هن بيصير عندهم الاثنين بقلب الفيديو، يعني انت ولا فيديو بتحضره ولا فيديو بتحضره ما بتبتسم على شيء. عم بيفهموا هالشي العالم. ايه، وهيدا اكتر شيء حلو انه عم يفهموا هيك. بس بتاخدهم وقت، يعني مش دغري، لانه حضرتك لايف انبسطت ضحكت كتير، اوكي عملت لك فولو او فت رجعت عندك على السوشيال ميديا، تاني يوم منزله فيديو من شي نفسه، امبارح انبسطت حسيت شي كتير مختلف منا هي. هيدي الميكس اللي عملتيه. هون انا قصدي انه يمكن العالم مع الوقت تفهم انه اوكي عم تعمل هذا الشيء. هذا الشيء كمان يمكن بركي من اليوم خلال الحلقة توضحيه للناس، ويمكن هلا صار يعرفوا لانه شو الباك ستوري تبع كل هذا الموضوع. فالامباكت عم بيكون قوي. شو بتسمعي كمان هيك ردات فعل من العالم بس شوفك؟ بس خليني اوضح شغله، هو الكونتنت اونلاين هيدا شيء نفسي ما رح تشوفه بحياتك على المسرح، سو اتس ديفرنت، هيدا واحد. بس تقطع قصص منهم ايام. بقطع قصص نكت خاصة بالثيرابي، بس مش هن ذاتهم شيء نفسي، بتحداك ب مني اكيد هلا عدد الحلقات يمكن قطعنا ال20 حلقة، كلهم فيهم شيء رح يخليك تبتسم. مثلا التحرش، دايما بعطي هذا اكزامبل لانه كتير قوي التحرش. في محل بقول انه سمطته كف لم اسنانه من تاني حي، انا ما بدي اياك تضحك وتفقع ضحك عليها، بس عم بكسر شوي صغيرة، لانه اول شيء هيدي الخبرية بس لتعرف هي حقيقة، هي كلها حقيقة، بس مش صايرة معي، بس هي كلها حقيقة. نحن منجيب الأفكار إن كان مني، من شاكر، من ناس منعرفهم، أكيد بدك تزبط وبدك تعملها شيء بيشبه ثيرابي، بس كله بدك تبتسم فيهم، بس منه الهدف تضحك، هو الهدف توعية، إنه كلنا مين ما كنا بأي مجال وشو ما كنا عم نعمل، بكتير قصص عم نتعرض لكل هيدول، وأند جو افحاص صحتك النفسية، لأنه شيء كتير مهم، شيء كتير مهم صحتك النفسية. أوكي هيدا من ميلي تاني. الفيدباك يلي عم يجونا كتير حلوين. انا اكتر شي، اكتر كومنت، اكتر فيدباك حبيته بحياتي لما حدا فريند اوف ماين
قال لي انا الي 4 سنين متردد، بعمل ثيرابي ما بعمل ثيرابي، بعمل ثيرابي ما، قال لي بس حضرت شي نفسي بلشت بالثيرابي. واو زبطتي بمحل كوميشن. بمحل بدك تنقل للعالم ثيرابي منه شي بخوف. وكل واحد فيه يعمل ايه وبدك تعرف تنقي اجان، اذا بتعرف تنقي ثيرابيست وشو بدك وتفهم منيح، لانه بحق لك تسال يور ثيرابيست. اذا عندك ثيرابيست قويه ايه بحق لك تسالها انا شو بدي اعمل وكيف عم نشتغل وشو بدي اشتغل، وبتقول لك اياهم وبتكفي معها. الثيرابي منه شيء بخوف ولا شيء بخليك انه يجي بعده شوي تابو، شو مجنون لتروح عند حكيم نفسي؟ 100%. بس لازم لازم نجرب نغير في كتير حتى هيدا اللي عم بأعمارنا. المفروض عم نفهمه من السيجمنت اللي عم تعمليه. ايه انه منه شيء غلط، بس حتى لو انا لإلي ما بدي يوصل يعمل ثيرابي، مع انه ما كان الهدف انه يوصل. مثل فريند اوف ماين قال لي انا بلشت ثيرابي من ورا هيدا الشيء، بس انا اتليست اللي عم يحضر بس يوقف هيك لثواني ويقول اوكي. هي بحد ذاتها ثيرابي. ايه مش ثيرابي بحد ذاتها مسج عم بيوصل إنه اويرنس. انه اوكي، انه بتعرف شو هيدا، انه رياليزاسيون فجأة انه اوكي هون، انه جو سيك هيلب باي طريقة اللي لازم. نحن ياما بيوصلنا وين الكلينيك تبعكم، فنحن بعض المطارح انا عندي 2-3 ثيرابيست وتعقدت معهم، بمعنى انه اوكي ليسن جايز انا ما بعرف شو بقى بدي اعمل. في ناس بيبعتوا لنا مواضيع واو انه صار هيك. في حدا بعت لي قال لي لانك ستاند اب كوميديان وبتعملي هيدا الشيء رح اسمح لحالي خبرك انا، لانه بتلاقي كونتنت من وراه. نو رح يسمح لحاله رح يسمح لحاله يخبرني قصته. اوكي. سو انا اللي صار لانه انا عم بتعالج وانا حاكي مع ماي ثيرابيست بالموضوع، سو انا كنت عم بقرا وقفت قلت له انا ما رح كتير كبير وما رح اقرا وما بدي فوت لا على حياته لا ياثر علي ولا اثر عليه، بس انا بعثت له رقم الثيرابيست اذا بده يتواصل، اذا عباله يكون عم يحكي مع حدا في هدول الارقام تبع الثيرابيست. وبفهم في كتير ناس بعتوا لنا انا بدي اروح على الثيرابي بس كتير غاليه، انا مش قادر، ولا الثيرابي للناس اللي قادرين ومعهم مصاري. ايه ولا، لانه في كتير ثيرابيست كتير بيساعدوا وكتير اجان بدك تعرف تنقي مين كيف ليش شو، وهو الهدف بالنهايه انساني. حلو. شو أول مرة وقفتي فيها على المسرح وكيف كان شعورك وشو اللي عملتيه؟ أول مرة وقفت فيها على المسرح بال2012 كان بمرم خايل. بتتذكري شو قلتي أول شيء قلتيه؟ ايه بتذكر كنت كتير ناصحة، كتير ناصحة. بتذكر أول نكتة بقولها بتطلع فيهم بقول بعرف عم تطلعوا فيي هيك وبعرف شو بتكونوا عم بتفكروا، بس ما تخافوا مني أنا جواتي طفل اكلته. هذا كانت اول جوك بقولها، كانت بمرم خايل. هلا كان الاسم على راسي نسيت اسم المحل. هلا الكوميديا بلبنان منا مجال معروف مألوف للبنات، كيف تعملي مع هذا الشيء؟ لكن البنات مش كتير كتار واجمالا الشباب اكتر، بس مش منه مألوف. اذا في بنات وعبالها هلا عبر هالمنبر عم بقول عن جد اذا البنات عبالكم تعملوا ستاند اب تعوا، لانه بحاجه نحن. منه مألوف هو لانه هن الشباب اكتر، مش لانه منه مألوف قوي. بنتلقى في بنات كتير قوية بالدومين صراحه، وبعد ما صار لهم الوقت يتضووا عليهم. انت بتكتب السيتس لحالك ومن وين بتجيب الماتيريال؟ كيف تطلع فيها؟ من قصص بيرسونال ولا من وين بتستوحي؟ لك 90% من الاشياء بيكونوا بيرسونال وبتصير تبهر عليها. بيرسونال انا او حوالي او انتوراجي. انا الكوميدي اللي بعملها هي اوبزرفيشنال، كتير براقب كتير بشوف وبجرب قد ما فيي تكون ريليتبل للعالم، اقدر وين ما حطها العالم انه تقدر هيك تتفاعل معها. ولايت، مش انه كتير في منهم انه لازم سب ولازم احكي قصص زعرنة لضحك العالم. انا بسب اوكي، بس القصص يعني كتير في كوميديانز بحس بيتكلوا على القصص الزعرنة والديرتي كرمال نضحك العالم. انت القصص ما بتضحكك الديرتي اذا حدا مش دايما بس بتضحكك. مش لا مش سب، بس مثلا في عالم في كوميديانز بس بيتكلوا يعني كل الشو اغلب الشو تبعهم على قصص. حاضر حدا هيك ايه كل شيء يعني كله مش كل شيء 3/4 ايه. لا حقلك ليه انا بسب بالشو تبعي بمرقها، بس هي منا الاساس. يعني انا بتمرق كيف على اللبناني حكي عادي. ايه انت كيف بحياتك طبيعيه وفيك تعمل لها توت بتقول كس
وسخة، عرفت؟ ايه انه بس مش ضروري تسب لحدا، ايه بتقطع انه هلا بحياتك اليومية انت شو بعرفني مرمطانوس ما بعرف، عرفت؟ انه لا بيمروا، ايه اكيد انا بسب، بس انه مش كل شيء، مش كل شوي بدي سبسب. وفي مرات الشو قد ما بيكون عن جد. وانا على فكرة اختي اختي كثير بتقلي مثلا ايه بس هون مرقتي انه هيدي ما كان لها لزوم، انه حتى اهلي اللي كثير سبورتيف بيقولوا لي انه هي ما كان لها عازه. بقول لها انه ميرو ما شفتي قد ايه كان interaction بالعالم ما كان وهيك. في انتر اكشن؟ بتقول لي هي ايه وبفهمك، بس انه جربي بلاهم. اكيد اذا شيء بيقطع باليه اكيد بعدين تعمل له كنترول. هيدا كمان اتس بارت اوف ذا بروجرس، وهيدا بارت من انت كيف تشتغل على حالك. عملت هيدي الست ال10 دقايق وطلع فيها مسبة 2 3 وات ايفر شو ما كان. مرات بيكون مش كاتبهم بس طلعوا معك عفوية، بتقول مرت الجاي رح انتبه، مرت الجاي كذا. ومرات اذا كتير مرتاح والعالم مرتاحين بتقطعهم. بس هل يا ترى ما منسب؟ personally ما بسب بلا بقطع ورواق، ومش ضروري كل الوقت بيقطعوا. وخصوصي انت قلت لي شيء هلا، قلت لي لايت. اوكي ايه، خصوصي اذا كنت الست لايت وانت لايت بالمسبه، يعني انت مش عم تطلع بحدا وعم بتسب له بوجهه. انه مرقت هيك وحده بتطلع على القد، ومش هي البانش لاين، مش هي ناطر الشيء كل شيء الاساس. عم بتقوله 100%. الناس بتشوف الضحك ما بتشوف التعب ورا الكواليس. كثير جهد ايه. ليك ايه، لانه لتوصل بدك تتعب، بدك تتعب تشوف، لانه وين ما كان في نفس القصص بدك تعرف تاخده من اي برسبكتيف واي انجل. وفي تعب تحضر تكتب تجرب ترجع تطلع تقولون زبطت ما زبطت، كيف بدي اعيدها، كيف بدي اعملها، من اي انجل بدي اخدها. حدا حكي هيك قبل، حدا مش حكي هيك قبل، اثنيناتنا عم نحكي عن الماج الصفرة. بس انت عم بتقول انه انا عم بشرب، انا عم بحكي عنها كماج. يعني من وين عم تاخدها، من اي انجل برسبكتيف. بترجع بتخلص بتشيل بتحط بتعيد. بتحسي بدك تضلك عم تعملي افورت تكوني عم تحكي العالم كل الوقت حتى برات المسرح؟ العالم بيستنظروا انه كل الوقت كون عم ضحكن، انا ما بعمل هيدا الافور. انا في شغله بس بدك تعرفها، انا حدا برات المسرح كثير بستحي. يعني اذا ما بعرف عالم انا كثير بستحي. انا طالما اوكي رح اعطيك هيدا الستيج، انا واقفه هون العالم قدامي انا رواق، العالم عم يحضروا حدا انا وراهن انا رواق. بس انا هالقد انخرط بالعالم كثير بستحي، بدي وقت ما بعرف. انا اخواتي بكثير بيتساءلوا بس علي. لانه معروفة على السوشيال ميديا مفروض بس حدا يشوفك they expect انه هاي كيفك وانت هالقد انا حدا بسلم بس they expect انه انه يكون اخوش بوش. إيه ما بعرف. انا عندي اختي كثير بتتساءل علي sometimes بدق بتحكي عنها كتير اصلا بالفيديوز. ايه بحكي عن اختي تانية، بس اختي الكبيرة بتتساءل علي لانه اكتر شيء بقضي وقت معها. بيمرق حدا بيسلم علي بيعرفني، فانا بسلم وبنضحك وكل شيء وهيك، بس بليميت. بعدين لانه في ناس مرات بيفوتوا معك على البيت، يعني بيسالوك اسئله بحسوك هالشي متعب انه ايه، بس بفهمهم لانه بحسوك قريب منهم. بس انا شو بعمل؟ انا بقول لهم ميرسي، وبيتساءلوا علي انه بدل عم بعمل هيك ما بقدر. عم بكسرها، واكيد ثرو اوت ثيرابي عم بتعلم اكثر انخرط بالمجتمع وكيف بدي اكون واحكيهم، وعم تزبط. بس ات سم بوينت انا حدا كثير بدي اخلقه، خلص اوكي انبسطت وما بتلاقي شو بدي احكي. اذا اجى حدا قال لك في الاثنين على فكره، في ناس بيجوا بحبوك بيخبروك، وفي ناس ما بحبوك بخبروك عادي يعني. بس انا الاثنين بضايقوا لي خلقي ات سم بوينت. ما تخبروني شيء. لا فيك تخبرني اوكي، وبعدين تصير انا واقفه بتصير ايه ناطر طيب مني جواب إيه يعني. شو بعمل ايه شو بقول ايه خلص هون شو اكثر كومنت اثر فيك على السوشيال ميديا؟ هن اثنين، في البوزيتيف وفي النيجاتيف. رح بلش لك بالنيجاتيف، ومنه شيء. هو كوتش انا كنت منزله فيديو اونلاين، فتت لعنده بس لاتعرف مين هيدا الشخص. كان حاطط لي مش عن النكته، مش عن اذا حبني او ما حبني، عم يحكي بالبيرسونال. كتير ضايقني انه وعملت لها سكرين شوت، هو بعدين محيها لانه فاتوا كتير ناس حكيوه. عم يحكيني انا كشخص شو هالبقرة، شو هال ما بعرف شو هال. انا حكيت عنها بشو باخر اور لإلي كنت عم بعملها، باخر وحده حكيت عنها لانه unbelievable. واتطلعت وهو انا من البترون، هو من البترون، وعرفت مين هو وكل شيء. بس ما حكيت شيء انا لانه العالم كفوا ووفوا. بس كتير اثر فيي انه انت اول شيء كوتش. انا اذا كنت بدي اتمرن عندك ما بقى بتمرن. يعني انت شو هالاكزامبل عم تعطيه للناس اللي بيجوا لعندك؟ ما في كتير مثله. بس هيدا أثر فيي لأنه
كان اول فيديو هالقد بيضرب وبيعمل، هو ما حكى عن يعني ما قال مثلا، ما بعرف، ما قال ما حبيت نكتة شو ثقيل. في ناس بيقولوا ثقيل، سميكة، سمجة. فت قريت شوي انا انه ما تضح انه اوكي ايه واتس ذا والضحكة بوينت. وين، ايه ما بيأثر. هيدول معودين عليهم، رواق، ما عندي مشكل. اجين طبيعي مش مش حاضر، مش ايه مضطر يعني. طبيعي، ومش حاضرني لايف وما بيعرف رواق، بس لما يحكي بالشخص، طب يا خيي ليه؟ انا ما عندي مشكلة. انا متقبلي حالي، انت شو بدك ايه انه فيه؟ ما تسب تقبلني ايه لإلك. تسب النكتة، تسب وات ايفر، تعمل بدك اياه. في ناس بيحكوا كتير قصص، بس انه انا عم تحكي يعني صار يفوت بالشخص، هذا اللي زعجني. والبوزيتيف البوزيتيف انه في اتنين هلا بيعملوا كوميدي بمصر، حاطين انه هن بلشوا ستاند اب كوميدي من وراي. واو. انا هيدا الشيء كتير بيعني لي، اكيد بيجيني كتير بوزيتيف انه انبسطنا وحبيناك وكان كتير حلو، هاو كتير بنسمعهم، او قريبه بنات للقلب. او الاثنين اللي اللي بلشوا بلشوا ايه بنات. بس انه كتير كتير بنبسط من ردة فعل يعني كراود. ايه يعني كل هول كتير حلوين. كنت بفترة كنت هون doubting myself انه انا بدي اعمل ولا بدي كفي ولا ما بدي اعمل ستاند اب. مرات بس ما تعمل منيح بتصير انت عم تفكر حياتك خلصت، وقفت، انا شو عم بعمل. طب هالقوة كلها من وين جاية وشو اللي بخليك عن جد ضلك مكفية؟ لك اول شيء هالقوة جاي مني انا، لانه مرقت بكتير ups and downs وعرفت انه هيدا الشيء اللي بدي اياه. يعني مع كل الصعوبات تبعها، لانه منا هينة، في طلوع وفي نزول وفي انه تشتغل على حالك، ومرات تكره حالك ومرات تقول انا ليه عم بعمل هون وليه عم كفي، وانت اداة العالم والى ما هنالك، وانت بنت بالسين، صعب منه هين يعني. فاللي خليني كفي هو انا، وحبي للدومين، وحبي لانه اعمل شيء، هذا اللي بدي اياه. خلص تعرف لما تطلع بشي وتقول أنا هونيك، أنا هون، أنا كل شي رح أعمله بس لحتى أكون بهيدا المحل. فهي أنا فهي أنا قويتي، أنا أول شي. وتاني شي لأنه عم بنبسط، عم بكون حالي كتير، عم حب حالي وعم بقدر آه، أعطي وآخد. اخذ نفس الوقت. قد ايه بتتخيلي يضل عندك كونتنت تكوني عم تقدميه من هلا لسنين لقدام؟ ما ولا مرة فكرت بالموضوع، لأنه أنت بلبنان بضل في شيء بدل في تحكي شي عنه. جديد. واحد اتنين، انا بعد ما بحكي قصص سياسة وهيك، لقلك انت بس بلبنان، بس ما نحن عم نكبر، وكل ما تكبر منعيش ايه ستيج بتعيش جديد. قصص جديدة، وفي قصص عبالك تقولها وتحكيها. وانا بعتبر حالي من الناس اللاكي بالحياة، انه انا بحكيهم وعندي ستيج لاقولهم. حلو. مش كل العالم عندها ستيج تطلع تحكي وتخبر. في كتير عالم بتحسي عندها هالبوتنشل تكون كوميديانز، شو بتقولي لهم؟ اوف كتير، انا في كتير ناس بيقولوا بليز طلعوا اعملوا ستاند. دافنين حالهم ورا مكتب عم بيشتغلوا شيء ما له عاز. انت واحد منهم، انت اللي عم تشتغلوا له كتير عازة، بس بالنسبة لي انت واحد منهم، ضروري تطلع تجرب تعمل. في اوبن مايكس بالبلد، ونحن بحاجة، كل حدا بحاجة، مثل اي شغل يعني، مثل المحاماة، مثل ما تكون عم تشتغل ما بعرف جرافيك ديزاين، مثل ما تكون عم تعمل بالعمار، كمان هيدا دومين ونحن بحاجة. ايه في كتير يمكن لانه انترتينمنت العالم بعدها ما بتاخده على محمل الجد. لا صاروا عم ياخدوه، بس انا بدي اقول لك شوي اياه، شوي. عم بقول لك إلك هلا، وما بدك تشيلها من الحلقة، روح على اوبن مايكس رايح معك. خلص والله. ديل. ستاف لما بتكوني لحالك، مين ستاف عن جد؟ بعيد عن الستيج، ستاف مين؟ ايه انا اكتر حدا بحب يضل بالبيت، بس ما بضل يعني، بحكم شغلي واصحابي والناس اللي حوالي والدومين كتير بظهر وبروح وبجي. بس انا اذا بتقلي ضلي بالبيت، بحب ضل بالبيت كتير. بس ما فيك تعمل ستاند اب لحالك. لحالي ايه، بس انت عم بتقلي برات الستاند اب، إيه. يعني بحب ضل بالبيت. انا كتير بحب اسمع ميوزك. واو، شو بتسمعي؟ كل ما عندي نوع معين، انه انا لا ما عندي. انا دايما تسالوني هالسؤال بتوتر، انه شو لازم لازم جاوب انه تبين تو ماتش ايه وتكون فهمانه. لا اي شيء حلو بسمعه يعني، ما بعد. بس اجمالا بحب العربي، اوكي. بحب كتير القصص العربية. بحب الميوزك كتير يعني. تعزفي شيء؟ ايه شو؟ انا تعلمت لحالي اعزف، وعزفت بفترة كتير طويلة من القصص اللي اشتغلتهم بحياتي مع ناس بيعملوا باراد وهيك. انا كنت بلشت بالدربكة، بعدين سنير،
اوكي بتعرف السنير صح؟ انا بعرف سنير ايه، بس انه ما بنعرف هالشي عنك، ايه لازم ايه تيجي شي مرة معنا بالباراد. بس هلا بس هو انا تعلمتهم، يعني في قصص اكيد بعملهم شوي غلط اتس بس على فاين. البراتيك بيمشي مو ما بيمشي بتعمل الحال. جو ايه يمكن. بحب كتير 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 بحب. جربت طبل مرة ما بعرف، بس انه لا بحس انا اكتر دربكة شوي. هلا سنير اي لاف ات اي لاف ات. ولا مرة فكرتي تو بلند هيدا الشي بالشوز تبعك؟ اول ما بلشت ستاند اب فترة شي 4 سنين كنت فوت بالدربكة على الستيج، اه واو. كنت اعمل انه هول بدقوا على الدربكة كيف بدقوا وهيك، بس بعدين it's not me anymore not my identity وما بدي اكون هونيك. حلو. بحب كتير الرود تريبس، لانه من الرود تريبس بكون عم بعمل شيء بحبه بذات تستوحي؟ الوقت بستوحي وبطلع ماتيريال. مثل شو؟ أول شي بيخطر ببالك؟ هلا اول شيء بالطرقات بلبنان. هاي لحالها ستاند اب. يس. استاف شي مرة اضطريتي تشيلي مقطع بدك تنزليه اونلاين لسبب معين؟ وإذا ايه شو هو؟ ليك في منها كتير انه بيشيلوا قصص كرمال اسباب سياسيه دينيه او وات ايفر. انا بس هن هول القصص الحقيقية. ايه مزبوط، بس نحن شوي عنا بلبنان في رقابة على كل شيء وكله بيفهموا غلط. برجع بقول لك لانه هي بتبقى نكتة وبتنزل شيء بيجتزقوا منها وبتروح وبتقول يا غيرة الكوميدية ستيفاني او اي غلباني حدا. تتهم ايه عرفت، او اي حدا انه ماذا فعل. عرفت انا مرة انكر على الرابط. ايه بتفوتي ما في شيء اصلا. anyway. انا مرة عم بدي انزل جوك وبالاخر صراحة فيها مسبة، بس مش لحدا. انا هيك بقول انه بقول بسبها هيك وما شو نزلتها. مسبب؟ لا ماشي بقول كسخت هالشغلة بقول هيك، بس انه مش بس في شيء فكرت فيه وانا ما كنت بدي انزله. اللي جاي يحضرك بيعرف انت شو عم تعمل بيسمعك لايف. بس على السوشيال ميديا انا اخذت القرار انه ما بدي. يعني قالوا لي بنحط لها توت وكل شيء. هلا يمكن بقبل ينحط لها توت. قبل كنت انه لا ما بدي انزلها لانه ما بعرف كيف رح تنفهم، وكنت بعدني بخاف وليش بدها تعمل هيك. واذا كان كتير براسي اذا اولاد شافوها إيه انه انت بتفكر انه اولاد اصلا كتير غلط. يعني ليه معهم تليفون الاولاد اصلا؟ بدك تبلش هذا غير من هون. موضوع، بده هيدا حلقة غير. لحاله. عرفت ايه؟ بس انه لتوصل انا صرت اقول العالم بدها تيجي تحضرني، عم تيجي تحضرني لإلي هن بايديهم واجريهم اجوا فيهم يسمعوا رواق، بس برا انت عم توصل لهم. مش شو مضطر خليني احط اكون على السوشيال ميديا. ايه خليني اكون كلين. بس هذا قرار شخصي. في ناس لا بتقول انا بدي احط مثل ما انا، برافو عليهم. بس انا في قصص بعدني لهلا عم بشتغل عليها. مثل ما اذا هلا قلت لي انه قصص سياسه دين كذا، ايه انا في اشياء ما بحكي عنها مش لانه ما بعرف. في اشياء مثلا بالسياسه انا كتير سوبر سطحيه، بحكي عن الاشياء اللي كتير قشور. في اشياء ما بحكي عنها لانه ماني ردي احكي عنها. انا بعد ما صرت بمرحله ردي. بس الردي بحكي عنه، بس الردي بطرحه للسؤال للموضوع لوات ايفر عم فكر فيه. مش معناتها انا لا ما بقرب عليه. لا، كل شيء مسموح بالكوميدي، كل شيء مسموح تحكي عنه. نرجع عم نحكي على فكرة برسبكتيف وين والانجل. تعرف كيف تحكي عنهم وين اي ساعة ومع مين وكيف تطرحه للموضوع. كنت عم تحكي قبل شوي انه انت حدا بتعمل كتير انتراكشن مع الجمهور. قد ما في بجرب. كيف تتعاملي مع الهاكلرز؟ وشو هيك مثلا اسوأ مرة صار شي معك؟ انا بالستاند اب تبعي اجمالا هو انا كاتبتهم ومحضرتهم، بس مرات بعمل انتراكشن، بعمل كراود ورك. بحب كتير هيدا الشيء. مرات بيطلع قصص سريعة مهضومة لذيذة، حدا بيرد لك بترد له. ومرات لا ما بيطلع. ما عندي أسوأ مرة تعاملت فيها مع هاكلرز، بس عندي الناس اللي بيكونوا مش عارفين انه اللي عم يعملوه هو هاكلينج. يعني بيجي عم بيقول لك يي وانا كمان. لا عن جد هيك صار معك بدك وعلى صوت تلقطي. عالي. مرات فيك تلقطهم ومرات تحكيه اول مره تاني مره بتحس انه تنزعجي؟ ايه كتير مرات مش بس انا اي حدا، بس انا ايه بنزعج لانه حتى ايام بيزعج الجمهور الباقي اللي معه. بيزعج الجمهور بيزعجك. يعني لنقول انت هاكلر حكيتني اول مره رديت لي اخذنا بشط عطينا مره السيناريو. 2 3 اوكي، بس بعدين اتسبوت ما خلق شو بدك. انا مرات بقول له طلع تقبرني. يعني عرفت في كتير هيك. بس انه مرات العالم بيفهموا انه مره 2 وخلصت. وانا اجمالا قد ما فيي بجرب اذا انا بلشت او بدرت احكي مع حدا بساله بقدر احكيك.
لانه بس لتعرف انه هيدا رح اخذ واعطي انا وياك وخلصت هون، انه ها هي. سو في امراض انه بعد لهلا ما تعاملت مع اسوأ هيك. وشو ابشع موقف صار معك على المسرح؟ ابشع موقف؟ اكيد في ابشع موقف. آه... ما بعرف اذا في يقولوا، بس ابشع موقف صار معي منه، ما بعرف اذا بشع، بس كنا عم نحكي عن شيء وكان في الام، كان في البنت والام ورجال حدهم. سو تكنيكلي انا لإلي هو بيا. اوكي سو بتخيل. انا حكيت إلها وحكيت امها، طلعت هيك قلت له استاذ انت موافق على عم تقوله بنتك؟ قال لي مش بنتي. قلت انا انه يه نكره بثانيه شو في هالقد؟ قلت لها ليكي بيك. قالت لي منه بيي. انا انه يا ارض انشق وبلا عين. لا يا ريت بلا مخ، انا ما حسيت انه ما حدني فايته فيها. قلت له شو في هالعائله بدها تظبيط؟ طلعت فيها قالت لي هو جوز امي ومش كتير يعني. قلت لها انتوا جايين، ما فهمت. قلت لها جايين غصب يعني، عرفت؟ بعدين رجعنا ضحكنا، بس كتير كان بس انتبهت وهن كانوا سامحين لي احكي معهم. هلا رح يعني يعملوا لك كومنت بس يحتروا. ايه لا هن مهضومين كتير. رجع حكاني البي، بس هن كانوا سامحين لي احكي معهم، بس انا رحت بغير اتجاه. بتسأل الكل قبل ما تطلع؟ لا مش دايما، مرات بتحكي. في ناس خلص صاروا بيعرفوا، وفي ناس بتعرف من طريقة حكيهم معك انه انت فيك تحكي معهم. بس في اشياء انت عم بتبادر فيها sometimes ما انفهم غلط، بس هذا الشيء اللي ما بيبين على السوشيال ميديا. يعني انا عندي فيديو نازل على السوشيال ميديا وكتير رايح فايرل، الناس فايتين كاتبين. في وحده هيدي اثرت فيي، هاي من القصص كمان شوي اثرت فيي، كاتبه باراجراف انه هيدا بولينج وما لازم، هيدا منه ستاند اب، هيدا منه كوميدي. شو الكوميدي؟ وسابه وعامله وكذا، بس حاطه باراجراف هيك مرتب انه هيدا مش مقبول، وعم تحكي عني اني سميكه ومدري بدك يا رواق، بس عم بتقول انه انا عم بعمل بولينج لهيدا الشاب اللي اسمه شربل، يلي انا وياه فريندز، وبعدين صرنا اكيد. وحكاني وبعقد قال لي تعال نصور، انه بروح على شو تاني ونصور واحد تاني. قلت له شربل، وهي طلعت هيك يعني، وما هو مش ما كان مزعوج. وبعدين هون ليش هالقد انزعجت؟ هي انزعجت لأن بالنسبة لها هيدا بولينج، بس انه رواق. بس هون العالم، انا كنت هوستنج بوقتها، صار العالم ما بيعرفوا لا شو في قبل ولا شو في بعد. من هون بيجي انه بس اللي نزلته انا لانه انبسطت فيه وحبيته، ما بدك تدفع ثمن قصص. يعني في ناس تنزل جملة جملتين وبتروح تنفهم بطريقة غلط. كيف حليتيها؟ ما حليتها، تركته. انا بعمل لهم لايك لانه شو بدي اقعد اقول لها انت ما بتعرفي شو كان في قبل شو بتبرر لك الحدا ما بتخلص. لا بس انه انا مرت الجي انا ستيفاني بتنتبه انه اذا بدها تنزل شيء بس حيضل يجي انتقاد ان كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. هو بس اللي زعجني انه قالت بولينج، وانا لإلي لا، انه ام نوت بولي، ما عم بعمل هذا الشيء. بس ثيرابي وماي ثيرابيست ساعدوني، انه هي ساعدتني لفهمت اكثر انه هيدا الشيء انت معاجبك، انت قابلتيه، انت اذا شفتيه رواق، اذا انت قبلانه بكل مكوناته خلص جو فور تنزله، والعالم شو ما عملت رح يعارضوا. ستاف، عنا سيجمنت اسمه رابid فاير، رح كون عم بسألك اسئله بدك تجاوبيني بكلمه بسرعه. ان شاء الله يطلع بس كلمه. جاهزه؟ اول شيء بتقوليه قبل ما تطلعي على المسرح؟ يا رب. اكثر شيء بخوفك؟ انسى. نكتة بتضحكك حتى لو سمعتيها 1000 مرة؟ بدك خبرك اياها كلها؟ خبريني اياها. اوكي، هي نكتة البالون والكاكتوس كثير سخيفة، بس انا بحب انه كان في بالونين ماشيين بالصحراء تعرفها؟ بس قوليها. ليك بلشت تضحك. والله انه قال له دبي كاكتوس قال له شفتها. كثير سخيفة بس كثير بحبها. اوكي، شو اكثر كذبة بتقوليها لحالك؟ انه كل يوم رح تقومي تعملي سبور. صرنا 2. بتسجل بالجيم بروح نهار بالشهر وما بقى بروح كل الشهر. لا ما بقى بدفع مصاري على هيك شيء، بعرف حالي بلا مخ. اكثر شيء الناس بيفكروا عنك وهو غلط؟ اني شايفة بحالي، لاني كتير بستحي فما كتير بقرب دغري، فبفكروا اني شايفة بقام. تبكي بسرعة؟ كنت. ثيرابي ساعدتك، صرت اعرف.
اذا الكوميدي اختفت من العالم وين بتروحي؟ رقص وموسيقى وهيك ما يعني عندك بروح على بقى هيدا ناس. العالم. ايه اول ستاند اب عملتيه كيف كانت رياكشن العالم؟ كتير انبسطوا صراحة. اكتر نكتة ندمتي انك قلتيها على ستيج؟ مش ندمانة على ولا نكتة صراحة. اصعب نوع جمهور فيك تجاوبي باكتر من كلمة؟ ما في أصعب نوع جمهور، في حدا ردي حدا مش ردي أنت تعرف تتعامل، بس بركة أصعب نوع هو يلي متوقع شي ويشوف شي تاني وما بعرف. بس إنه أنا لإلي ما في أصعب نوع جمهور، في الجو العام صعب. بركي ما عرفنا كيف ناخد في شي الإشي. مرة عملتي ستاند اب هذا مش مكتوب وطلعتي يلعن الساعة اللي فتت وعملت مع هيك جمهور؟ ايه مش بس مع هيك جمهور، ما هو بقول لك يلعن الساعة اللي فت لهون، لانه كله مش ظابط. ما بس الجمهور، يمكن السيت اب، يمكن المحل، يمكن شو بعرفني ويترية عم يقطعوا العالم، الاونرز تبع المحل ما كتير فهمانين الاجواء. ايه بتلعن حياتك كلها مش بس الساعة. شي مرة طلعتي على ستيج وما في شي براسك ابدا؟ اوف كتير مرات، وكتير بخاف من هيدا من بتستعملي هيدا. شي قديم ولا؟ لا انا حدا كتير كتير بتوتر. انا كتير ان كان عندي 5 دقايق 10 دقايق 20 دقيقة ولا ساعة كتير بتوتر. انا حدا عايشة على التوتر. ومرات انا انا ما بستحي بطلع معي دفتر وبولت بوينت وهيك، وهلا محبذ انه تجرب تحفظهم. فمره طالعه والدفتر بايدي وصلت وعم بقرا وماني عم بتذكر كيف بلش. يعطيك العافيه. ايه كتير بتصير، بس بترجع بتخلص حالك. هي ليك اول ما تحط اجرك واول شيء بتقوله بيرجعوا بكروا، بس مرات ايه بتنسى. شو اكتر كلمة لبنانية بتستعمليها؟ رواق. رواق. حب. انستغرام او تيك توك؟ انستغرام. اوكي. اكيد. في ريتشوال بالبودكاست انه بدك تسألي سؤال للجست اللي بده يكون من بعدك وهو بده يكون عم بيجاوب عليه. ثانك يو.